القطاع ديال الصناعه التقليديه وكتابه الدوله في الصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ارتأت انه ما يمكنش لبلادنا اللي كتحتضن هذا الحدث المهم الكبير الافريقي وما نكونوش مواكبينه، وباش نبرزوا المهارات الصناعه التقليديه المغربيه وتنوعها وغناها، من ثم غنى وتنوع التراث الثقافي المغربي. هاد المنطقه اللي هنا الصناعه التقليديه هنا في فانزون ديال الرباط، فهي عباره عن 25 ستوند رواق على مساحه ديال 1200 متر مربع. فكاين بين ديك 25 ديال ستوند كاين واحد السبعه ديال الممثلين ديال افارقه، الدول الافريقيه، منهم تونس وتنزانيا والبنين والسودان. هاد المنطقه هذه فهي وحده من مناطق كثيره عندنا اللي هي جميع المدن اللي هي كتحتضن مباريات كاس افريقيا الامم. فعلى المجموع كان واحد 300 صانع تقليدي وتعاونيات صناعه تقليديه ومقاولات صناعه تقليديه اللي كيشاركوا في هاد التظاهره كامله بهاد 6 المدن، وتقريبا واحد 183 رواق، تقريبا واحد 20 صانع تقليدي افريقي، وتقريبا شي 17 ديال الدول ممثله. Je représente le Bénin à la Semaine nationale de l'artisanat du Maroc, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations. Et ma présence au Maroc, c'est pour représenter l'artisanat béninois, source de notre richesse, et surtout le pain traditionnel tissé qui est un travail ancestral que nous sommes en train de valoriser, de mettre en valeur, de mettre en lumière à la face du monde. C'est un travail fait à la main entièrement et que nous a légué nos grands-parents. جايه من فاس وجايه لها التظاهره، تنتمناو النجاح لجميع الدول، والحمد لله كاين استقبال وكاين الناس اللي تيدخلوا يشوفوا، كاين اللي تيشري. بالنسبه للمنتوج ديالي شويه الناس خاصها تاخذ شويه الوقت لان ماشي رخيص، فهمتي. حنا غادي نرجعوا ان شاء الله، وتنتمناو التوفيق للجميع، والله ينصر سيدنا والله يخليه لنا ويشافيه لنا سيدي ربي ويطول لنا في عمره.